السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة عين على العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا مشاهدينا، جئناكم اليوم بفيديو جديد حول الزيادة في منحة الزوجة والأولاد لمتقاعدي الجيش. ففيديو اليوم خاص بمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي. كلنا نعلم أن هناك زيادة فيما يخص منحة الزوجة والأولاد، وبالطبع أفراد الجيش الوطني الشعبي معنيين بهذه الزيادة أيضا، حيث سيتم رفع منحة الزوجة والأولاد لهذه الفئة أيضا. لكن بالنسبة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، عليهم دفع ملف في المركز الاجتماعي للجيش السيامات في الناحية العسكرية التابع لها. بالنسبة للملف فإنه يتكون من الوثائق التالية: شهادة ميلاد الزوج وشهادة ميلاد الزوجة. ثانيا، صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للزوج، وصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للزوجة. ثالثا، شهادة عقد الزواج. رابعا وأخيرا، البطاقة العائلية للحالة العائلية. فهمتوا خوتي؟ يعني راه كل شيء باين، يعني ماشي حاجة يعني مبهمة، ولا نزيدو نبسطو شوية. يعني كاين خوتي تعديلات وزيادات أخرى فيما يخص منحة الزوجة والأولاد. ما نقولوش زيادة، نقولوا رايحين يرفعوا في منحة الزوجة والأولاد لمتقاعدي الجيش. فهمتوا خوتي؟ وباش تستفيد من الشهادة خوتي لازمك تدفع الدوسي، بويسك يهمهم الأمر هذا تدفع لهم الدوسي اللي خاص هذا اللي خاص بالحالة العائلية نتاع أي متقاعد جيش وطني شعبي. أي متقاعد يهمهم الدوسي. فهمتوا خوتي؟ يعني خوتي لازم كل متقاعد يدفع الدوسي هذا، الملف هذا اللي فيه 4 حوايج: شهادة ميلاد الزوج والزوجة، ثاني حاجة اللي هي بطاقة التعريف الوطنية، هي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة، وثالث حاجة اللي هي شهادة عقد الزواج، ورابع حاجة اللي هي فيش فاميليا، بطاقة العائلية للحالة المدنية. فهمتوا خوتي؟ عندهم ادفعوا هذه الدوسي، تدفع للسيامات باش تستفيد ان شاء الله من منحة الرفع من منحة الزوجة والأولاد. فهمتوا خوتي؟ وراهي مليحة خوتي ان شاء الله، مليحة وفيها خير كبير ان شاء الله بزاف جاي خوتي. تأكدوا، هذه انا قلتها لكم قبل ومازال نقول راهي فيها تعديلات، ومازال تعديلات ان شاء الله تكون مليحة وكاينه تعديلات مليحة خوتي. تأكدوا وتأكدوا خوتي بأن رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد يخموا علينا ويسعوا جاهدين باش يحسنوا المستوى المعيشي لأي فئة من الفئات وجميع فئات وشرائح المجتمع. فهمتوا خوتي؟ وإن شاء الله خوتي يجيب الخير للبلاد والعباد. فهمتوا خوتي؟ وفي الأخير خوتي، أنصح كل أخ متقاعد باستخراج هذه الوثائق ودفع الملف في أقرب الآجال للاستفادة من هذه الزيادة والتعديلات إن شاء الله. متابعينا مشاهدينا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات ونجيب. سلام.